اللي بيميز الدرجة الذهبية هو إن عدد الناس هنا بيكون أقل، أغلب الوقت زي ما أنتم شايفين كده العربيات بتكون رايقة. مترو دبي هو الشريان اللي بيخلي المدينة ديت دايما ماشية بسرعة وبدقة. هنا كل حاجة محسوبة بالثانية، من أول ما تدخل المحطة لحد ما توصل وجهتك. الجميل هنا هو التكامل ما بين وسائل المواصلات المختلفة، يعني تحت كان في المحطة بتاعة الترام، جنبها على طول محطة المترو زي ما انتم شايفين اللي احنا طالعين نركبه دلوقتي. كمان هنا هتلاقي سكوترز في كل حتة اللي هي الكهربائية اللي بتساعد الناس انها تتنقل مثلا من البيت بتاعه او الفندق او المكان اللي هو موجود فيه لحد اقرب محطة مترو، وبعد كده يسيبه في المكان اللي هو جنب محطة المترو. احنا هنا طبعا بنتكلم عن كباري المفترض ان هي بتعدي طرق عريضه زي اللي تحتينا اللي انتم شايفينها ديت، علشان كده طبيعي انك تلاقي السيور اللي قدامنا ديت اللي بتقلل المسافه بتاعه السير علشان توصل لمحطه المترو ويبقى ركوب المترو اسهل. اول ما تدخل هتلاحظ التنظيم، مفيش زحمه مفيش دوشه، كل حاجه اوتوماتيك. كارت النول هو مفتاحك لكل حاجه. ارخص واسهل وسيله مواصلات تتنقل بيها هنا في دبي هو المترو اللي احنا هنركبه حاليا. في فئات منه طبعا فئه عاديه والفئه الذهبيه اللي معانا ديت. المفترض ان الكارت كان فاضي فشحنا طبعا عن طريق الفيزا، عن طريق الماكينات اللي بتبقى موجوده هنا في المحطه واللي هي اغلب الوقت بتكون فاضيه. خلونا نركب المترو ونشوف احنا رايحين فين. المترو هنا مش مجرد وسيلة مواصلات، لأ، هو جزء من تجربة دبي نفسها. نظافة، التزام، نظام، وكله شغال من غير سواق. الميزة ان المترو بيوصل لكل الأماكن المهمة، مدينة دبي، وسط المدينة، المولات، المطار، وكل دوت من غير ما تقلق من الزحمة أو أسعار التكاسي المبالغ فيها. الرحلة اللي بيبدأ سعرها من كام درهم. الأبواب تغلق. Doors closing. لكن خلي بالك ان في مجموعه من الممنوعات داخل مترو دبي، زي الاكل والشرب والتدخين والجلوس في اماكن مخصصه للسيدات او العائلات يعني، او دخول كابينه الجولد من غير ما يكون معاك الكارت بتاعها، او رمي المخلفات، او النوم داخل المحطه، او دخول الحيوانات، او حتى لعب الموسيقى بصوت عالي، وغيرها من الممنوعات اللي بيتراوح سعر غرامتها من 100 درهم لحد 2000 درهم كمان. بجد مترو دبي مش مجرد وسيله مواصلات، هي تجربه كامله، تجربه بتخليك تحس قد ايه المدينه دي متقدمه ومنظمه وبتفكر في اللي جاي. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي سنتر بوينت. المحطة القادمة هي مدينة دبي للإنترنت. The final destination. وانت ماشي على الخط الاحمر هتشوف دبي من منظور مختلف، ناطحات سحاب، مارينا، شواطئ، وكله بيمر قدامك وكأنك بتتفرج على فيلم سينما. اللي بيميز الدرجة الذهبية هو إن عدد الناس هنا بيكون أقل، أغلب الوقت زي ما أنتم شايفين كده العربيات بتكون رايقة. ثانيا الكراسي اللي هي ورايا ديت اللي بتعتبر طبعا كراسي الدرجة الأولى. طبعا علشان تركب هنا لازم بيكون معاك كارت تاني اسمه الكارت الذهبي، أنت طبعا بتشحنه من أي محطة زي ما شفتم معانا كده، وبعد كده تبدأ تيجي وتستخدمه هنا بمنتهى السهولة. كمان لما بنتكلم عن مدينة سياحية ففكرة المترو السطحي هي بتكون الفكرة ساعتها الأفضل. طبعا طول ما انت قاعد ما بتبقاش قاعد زهقان تحت في الانفاق، لكن بتتفرج على الابراج والناطحات اللي حواليك. عن دبي يرجى من الركاب المتجهين الى شاطئ جميل. خلونا بقى نركب الدرجه العاديه ونوريكم هي عامله ازاي وهل فعلا مختلفه عن الدرجه الذهبيه ولا لا. الفردان للصرافة. The final destination. Doors closing. Mall of the Emirates.
دقايق قليله زي ما انتم شايفين، واتنقلنا من مارينا دبي لحد مول الامارات عن طريق المترو. نتكلم طبعا عن وسيله الانتقال عصريه ومريحه جدا.